السلام عليكم. اليوم غادي نشرح لكم طريقة زراعة الذرة العلفية من البداية حتى الحصاد. أول حاجة خاصنا نديرو هي تحضير الأرض. كنحرثوا الأرض مزيان وكنفلحوها باش التربة تكون رخوة وتحتفظ بالماء، وهكذا الجذور تنمو مزيان. من بعد كنختاروا بذور جيدة مقاومة للأمراض ونزرعوها على عمق 3 و5 سنتيمتر. المسافة بين الصفوف حوالي 70 سنتيمتر، والمسافة بين كل بذرة 20-25 سنتيمتر باش النباتات تكبر بلا ضغط على بعضها. من بعد الزرع خاص الري يكون منتظم، خصوصا في المرحلة الأولى لنمو الشتلات، وكل يوم خصنا نراقبوا النباتات، نحيدوا الأعشاب الضارة ونشوفوا أي مرض أو حشرة باش نحافظوا على المحصول ونزيدوا الإنتاجية. الذرة العلفية كتحتاج أيضا تسميد حسب نوع التربة. يمكن نستعملوا سماد عضوي أو كيميائي، خصوصا النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم باش النباتات تكبر وتنتج مزيان. لكن انت مازال ما حفرتيش البير، تواصل مع محمد من مدينة خريبكة يقلب لك على المراه، عنده السكانيرات.